السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأتحدث معكم في هذا المقطع بإيجاز وباختصار عن بعض الرموز أيضا الغريبة التي تبشر صاحبها بالثراء الكبير والغنى الذي ربما يكون مبالغا فيه، فليس أمرا وسط، إنما ثراء حقيقي قادم لهذا الإنسان. هذه الرموز قد تكون سمعتم بها، لكن ثم أشياء سأدققها لكم حتى تفهموا المعنى الصحيح. تمام. الرمز الأول وهو دخول النمل إلى منزلك أو بيتك، وهو يحمل أشياء من الطعام أو يحمل قمح أو أي شيء، المهم يحمل أغراضا للطعام. يجب أن يكون هذا النمل متغير شوي في اللون، مثلا ترى نملا غريب، نمل أحمر، نمل أصفر، نمل أبيض. البعض يفسر بعض كذا، يقول لك هذا كذا، أو النمل الأسود. لا لا، النمل المغاير هو الشيء الغريب. نحن مثلا في الأوطان العربية أغلبنا النمل عنده أسود، لكن ثم أنواع أخرى نظرا للتضاريس التي تعيش فيها والأماكن يتغير لونه أو شكل السوائل التي تستهلكها والأمور هذه. فكل نمل لونه متغاير، هو كل النمل خير إذا دخل بيتك يحمل شيئا، هذا أمر طيب. لكن اللون المتغاير أو كبره أو لونه الأصفر الذي يميل إلى العسل وكذا، هذا من أفضل الرموز التي تدل على الثراء بإذن الله. الرمز الثاني وهو الأرض. ترى الأرض بسطت لك وهي تنبت أو تخرج من زرعها كل خير. ترى أن الأرض تنبت ورود، تنبت قمحا، شعيرا، تنبت، المهم تخرج شيء. فهذه الأرض صالحة للزراعة، أي تخرج من ما أمرها الله أن تخرج من بطنها، فهذا خير. فإذا رأيت الأرض تخرج لك من خيراتها من زرعها، اعلم أنك ستصيب ثراء كبير جدا بإذن الله، وستكون بخير إن شاء الله رب العالمين. كذلك دخولك البحر بدابة أو سيارة. أنا أقول دابة لأن الدابة مثلا ليس حصان، دوابنا هذه الأيام الميكانيكية، تدخل بسيارة، تدخل بغواصة، تدخل البحر بزدياك، بأي شيء أنت داخل كي تستمتع أو تروح عن نفسك، فاعلم أن هذا ثراء سيأتيك، لكن بعد محنة وبعد شوية تعب ستصيب خيرا ورزقا ثقيل جدا بإذن الله تعالى. كذلك إذا رأيت نفسك أنك امتلكت جلدا أو قماشا كبير وأنت ستفصله كما تشاء، قماش كبير جدا، قصد قصه أو تفصيله أثواب أو ثوب أو شيء ما، أو امتلكت جلدا كبير، رقعة من الجلد كبيرة جدا وتريد تفصيلها، تأخذها إلى خياط أو شخص مختص، أو أنت ستقوم بخياطتها أو عمل منها شيء، فاعلم أيضا أن هذه من رموز الثراء إن شاء الله السميع العليم. إن شاء الله في مقاطع أخرى أعطيكم رموز أخرى كثيرة متعددة، ولا يبقى لكم أي حيرة أو تساؤل حول الرموز التي ترونها. إذا شئتم أنتم، وأعرف أن المشاهدات قليلة، اكتبوا لي في التعليقات ما هي الرموز التي تريدونني أن أتحدث عنها، أو أعطيكم وأعمل لكم عنها فيديوهات، أو أعطيكم عنها تفسيرات، وإن شاء الله أجيبكم في فيديو لاحق بإذن الله السميع العليم. شكرا.